السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطال تالتة ثانوي دفعة 2025 مكملين حل مع بعض كتاب سينيور. بص بقى معايا كده، ووصلنا ل جرامر يونت 3. لو فهمت كلمتين اللي أنا هقولهم لك دهمت، كل الروابط الزمنية يجي بعدهم مباشرة إيه؟ مضارع تام أو مضارع بسيط. المضارع البسيط بديله المضارع التام، والفعل الآخر يبقى في المستقبل، فبنسميها إيه؟ روابط المستقبل. روابط إيه؟ المستقبل. يبقى القاعدة هنا بتقول لي إيه؟ الرابط الزمني لما يجي بعد منه مضارع الأساسي مضارع بسيط، البديل بتاعه مضارع تام، يبقى الفعل الآخر فين؟ في المستقبل أو في المضارع زيه. لكن بعد كده روابط في الماضي، يعني كل الأفعال في الماضي. طب ماشي، ركز بقى معايا كده. خلي بالك اشكال المستقبل، كل شكل من اشكال المستقبل له استخداماته. طب هنا بيقول ايه؟ منى will check her email after. على طول هنا مضارع بسيط او مضارع تام. جيس ليه ما قلناش have got؟ لان شي نشتغل معاه has got. طب I will make ادي مستقبل، وادي before يبقى على طول مضارع بسيط او تام يبقى have gone. ادي will have مستقبل، وادي by the time الرابط بتاعي يبقى على طول the day مضارع بسيط او مضارع تام. we won't call حتى عندي until اهو، قاعدة until تمام في المضارع المستقبل زيها زي الماضي التام، كنا بنشتغل بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي. هنا نشتغل اهو مستقبل منفي وادي until، ويجي بعديها مضارع بسيط او مضارع تام. ليه ما شغلناش here؟ لان we الفعل معاها مصدر. طيب هنا I to the shops as soon as ادي الرابط بتاعي، وادي stops هنا مضارع يبقى على طول الفعل التاني ايه؟ مستقبل بسيط will go. you will be notified the moment الرابط بتاعي your order arrives. يبقى ادي ايه؟ المضارع البسيط. خش على الرابط بتاع القناة يوتيوب، اللينك بتاع القناة youtube.com/محمد90. ان شاء الله تستفيد من كل الفيديوهات اللي موجودة. فالمطلوب منك ايه بقى يا بطل؟ تحدد المستقبل البسيط استخداماته ايه. تمام. تنبؤ بدليل بدون دليل، قرار سريع، طلب مساعدة، تنبؤ بدون دليل، بطلب، بقدم مساعدة، بعرض مساعدة، بوعد، بهدد، بحذر. دي كلها استخدامات ايه؟ المستقبل البسيط. طب المستقبل المستمر بيتكون من ايه؟ will او won't be والفعل ing. ده معناها ايه؟ معناه ببساطة كده الكلمتين اللي انا قلنا دول ان الفعل بتاعنا هيكون مستمر الحدوث في المستقبل، يعني هياخد وقت في حدوثه. يعني لما اجي اقول لك ات، خلي بالك من ات مدة زمنية في المستقبل يبقى مستقبل مستمر، لكن ات مدة زمنية في الماضي يبقى ماضي مستمر، فما تخلطش ما بينات الاتنين. اوكي. طب لو في احتمالية يبقى may be ing. اوكي ماشي الحال. نبتدي نشتغل بقى كده. خلي بالك الافعال اللي انا ما بقدرش اشغلها في الاستمرار زي ما قلنا قبل كده، افعال الحب والكره والاحساس والتملك والشعور، دي حقيقة مستقبلية بالذات العمر والسن. يبقى على طول ده ايه؟ هيبقى عنده 18 سنة السنة القادمة يبقى will turn. for you when البلان arrives انا هكون واقف مستنيك مستني يبقى مستقبل مستمر. you must read this book I am sure you هنا على I am sure على طول يبقى will زائد المصدر. this time الاسبوع ده او في التوقيت ده next year انا هكون بعمل ايه؟ هكون بدرس في الجامعة يبقى will be studying استمرار. اتوقع على طول يبقى will expect على طول يبقى will when. don't ring the doorbell when you arrive. ليه؟ the baby هيكون نايم، الطفل هيكون ايه؟ نايم يبقى will be sleeping. we have run out of milk انا خلصنا اللبن. oh really I and buy some دي يبقى ده قرار سريع يبقى على طول will ايه؟ will go. don't forget your raincoat it by the time you get to school يبقى هنا احتمالية it may be raining. tomorrow morning بكرة الصبح أنا أكون ممدد على الشط يبقى will be lying. which of the following refers to expectations؟ توقع، عايز توقع يعني تنبؤ يبقى I will not finish my homework in time for class. اوكي. طيب المستقبل التام معناه ايه؟ برضو في الكلمتين اللي احنا نفهمهم مش محتاج احفظ، خلي بالك اهوت اشارات لاي حاجه. معناه ان الفعل بتاعنا هيكون اكتمل او تم حدوثه
قبل هذا التوقيت في المستقبل. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لي before the end of this century، قبل نهاية هذا القرن. ايه اللي هيكون خلص تم بس فين؟ في المستقبل اهو. they will have found life on other planets، هيكونوا اكيد اكتشفوا حياة اخرى على ايه؟ بعض الكواكبنا. ماشي الحال. يبقى هنا المستقبل التام will او won't have تصريف تالت، وعايز ابني المجهول هحاول have been تصريف تالت. وخلي بالك من حرف الجر باي، خلي بالك من حرف الجر باي اهو. باي مدة في المستقبل يبقى مستقبل تام، لكن باي مدة زمنية في الماضي يبقى ماضي تام. زي ما قلنا آت مدة زمنية في المستقبل يبقى مستقبل مستمر، في الماضي يبقى ماضي مستمر. هنا اهو باي مع الأزمنة التامة، في المستقبل يبقى مستقبل تام، في الماضي يبقى ماضي تام. واد عندك بقى كلمات الدالة قلت لك مش محتاج أحفظها. عندنا am is are going to زائد المصدر، ده بقى ايه؟ خطة نية قرار دليل. خطة نية قرار ايه؟ دليل او فعل على وشك ايه؟ الحدوث. او مع be careful و watch out و take care، كل المجموعة ديت فعل على وشك الحدوث. امال المضارع المستمر بنستخدمه في ايه؟ am is are ing على طول. ده بتكلم على ترتيبات مستقبلية، ترتيبات ايه؟ مستقبلية. امال المضارع البسيط بيتكلم على ايه؟ جداول ومواعيد ثابتة في المستقبل. جداول ومواعيد ثابتة اللي هي ما بتستناش حد، زي مواعيد القطارات والطيارات والسينما والمسرح والامتحانات، كل المجموعة دي. اوكي، شوف بقى ايه الجزء بتاعنا. ماي ديجري الشهادة باي نيكست يير، خلاص هيكون تم الفعل يبقى will have done. study harder this year I have strong intention، النية نية خطة قرار يبقى am is are going to زائد المصدر. we a staff meeting اجتماع، الاجتماعات وزارات والمقابلات محتاجة ترتيب مستقبلي يبقى مضارع مستمر am is are ing على طول. my plane يبقى أنا بتكلم هنا على ميعاد ثابت يبقى land استهبط. will she محتاج المصدر طيب باي next year يبقى ده مستقبل تام. will have تصريف تالت اهو. be careful ده بحذرك اهو، يبقى فعل على وشك الحدوث. السلم بيتهز بيتحرك يبقى انت على وشك انك تقع. are going to يعتبر كدليل يعني. the meeting is in the boardroom it ميعادها الثابت هنا الساعة 10 يبقى begins. I've paid for the course and I lessons next year، وانا مرتب يبقى على طول ترتيب مستقبلي am starting. at 5 p.m. يبقى ده في المستقبل هيكون I out in the market for 3 hours، يبقى اقول له I will have been، هكون خلاص بقالي 3 ساعات. Do you know who to the party tonight؟ مين في ترتيب جاي الحفلة الليلة. tomorrow soon I will have finished، ادي مستقبل تام ومدة زمنية في المستقبل يبقى حرف الجر ايه؟ باي. call me tomorrow at 10 I will know more because the meeting will have finished، هكون عرفت كل حاجة يبقى الاجتماع هيكون اكتمل. all the best. تابعنا في الفيديوهات القادمة بقية الحل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.